بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا. هنعمل مع بعض السجق البلدي على أصوله. هنعمله بطريقة سهلة وجميلة جدا وهتعجبكم جدا إن شاء الله. ولو حابة تتابعي معايا الفيديو للآخر ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت أول مرة بتشوفيني، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالي اتفرجي معايا كده وشوفي جمال السجق البلدي وطريقته الجميلة في الصينية الجميلة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. عملنا احلى سجق بلدي بطريقة جميلة جدا وسهلة كمان جدا في التحضير، بمكونات سهلة وبسيطة جدا، وهتطلعي معاكي احلى صينية سجق وتشمي ريحتها كده، ريحة الخضار اللي احنا هنضيفه والتوابل البسيطة جدا. على فكرة مش بكتر التوابل ولا حاجة، لان انت معاكي السجق بيكون متبل كويس لما بتكوني جايباه من جزار يكون كويس، فانت ما تزوديش برضو البهارات قوي ولا الملح، فخلي بالك برضو. وتعالي كده شوفي حتى معايا كده، شوفي الصوص الجميل اللي بيبقى موجود مع الوصفة اللي احنا عاملينها. احنا بس كده مش محتاجين غير العيش البلدي بتاعنا الجميل، ونبدأ كده نسمي الله، يا اما يتعمل سندوتشات جميلة وبألف هنا على قلوبكم يا رب. تقدري بقى تاكليه كده جنب رز او جنب مكرونة. وصفة السجق دي جميلة جدا، او بالعيش كده اهم حاجة طبعا، وسندوتشات تبقى جميلة جدا. هي شوية صوص بسيط جدا اللي موجود فيها، وجميلة جدا. وكل اللي يجرب الطريقة يقول لي ايه رأيه في التعليقات. ويلا نشوفها على طول ونسمي الله ونشوف معانا المقادير ونشوف هنحضره ازاي بطريقة جميلة زي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده اول حاجة في المقادير معايا السجق، وانا هسيبه كده زي ما هو، مش هقطعه ولا حاجة. ومعايا كمان البصل مقطعاه برضو كده جوانح عشان يبقى برضو نفس الحجم مقارب للسجق. وهنقطع برضو باقي المكونات بنفس الطريقة كده عشان الشكل كله يكون متناسق مع بعضه. الفلفل الالوان برضو بنفس الطريقة، والطماطم برضو بنفس الطريقة كده، عشان كلهم يبقوا زي بعض. ومعايا هنا حوالي معلقتين كده من الثوم المفروم. هي دي بس المكونات، وهنعمل بيها احلى سجق بلدي. مكونات جميلة وهتطلع معاكي طعم جميل. زي ما انت شايفة كده، بصل، فلفل الوان، وفلفل حار لو انت حابة، والطماطم والثوم المفروم. معلقة الثوم المفروم دي مهمة جدا برضو. والسجق هنسيبه زي ما هو زي ما قلت لك. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب كده الصينية اللي هشتغل فيها، وبعدين هي دي برضو اللي هنقدم فيها، هتبقى هي نفس الصينية. بسم الله كده. وضفت بقى اول حاجة عندي الزيت، هي كمية بسيطة كده لان السجق اصلا بيبقى فيه نسبة دهون. نزلنا كده بالكمية السجق اللي موجودة معايا. هنبدأ نحمرها كده الاول، نقلبها كده شوية في الزيت ونديها تشويحة حلوة. بعد ما يتشوح معايا كده في الزيت حاجة بسيطة كده، هبدأ بقى اضيف عندي البصل وهنقلبه برضو معاه كده. برضو هياخد لون بسيط، مش ان احنا هنحمره قوي. وبعد كده هيدبل بس. وبعدين هبدأ اضيف الفلفل، لان هي دي الحاجات اللي بتبقى محتاجة انها تدبل شوية، فضفتهم ورا بعض على طول. وهنبدأ نقلبهم بقى كده شوية ونسيبهم برضو لغاية ما ياخدوا تشويحة مع بعض كده، وياخدوا من طعم الزيت اللي متشوح فيه السجق. وعايزه اقولك لو انت معايا لغايه هنا من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. نرجع بقى للوصفه بتاعتنا الجميله دي اللي هتعجبكم جدا ان شاء الله، متاكده جدا ان كلكم هتجربوها. وبعد كده هنبدا نضيف الثوم المفروم. انا خليته للاخر كده عشان الريحه بتاعه الثوم والطعم بتاعه يفضل موجود معانا، بيدي طعم جميل جدا مع السجق. وهنبدأ نقلبه برضو كده مع باقي المكونات. الشكل جميل جدا وشكل الصينية حلوة قوي.
مليانه كده من الخضار المشكل دوت. بيدي معاكي قيمه غذائيه جميله جدا، وبيحلي برضو من طعم الاكله والوصفه. الخضار اللي كان معايا البصل والفلفل الاحمر والاصفر والاخضر والطماطم كمان هنبدأ نضيفها برضو. كل دي برضو حاجات حلوة ومنكهات بتزود معاكي في طعم الوصفة. ضفت كده بقى الطماطم زي ما انتم شايفين كده معايا، وهبدأ اضيف بقى التوابل سهلة جدا وبسيطة، ومش هنزود في التوابل زي ما قلت لكم في اول الفيديو. هو الملح والفلفل، مفيش ازيد من كده خالص. هو السجق متبل وكل حاجة. بعد كده نقلبهم برضو، نخلي الملح كده يبقى معانا في كل الوصفة، ونقلبه كويس. معايا بقى كده ربع كوباية من المية. ربع كوباية من المية دي عشان بس تخلي معاكي الطعم كله يتشرب جوه السجق، ويشرب من طعم الخضار اللي موجود معاه، ويشرب من طعم الطماطم اللي احنا ضفناها. وكده خلاص صينية السجق البلدي الجميلة اللي احنا عملناها بقت جاهزة معانا على التقديم زي ما انتوا شايفين كده. هنقدمها بنفس الصينية اللي عملنا فيها الوصفة. لغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص. اقابلكم تاني فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.